لما نكون مش مدركين للأصوات اللي بتتردد في دماغنا، الأصوات السلبية، ده بيجعلنا نميل ان احنا نختار الأشخاص المتوافقين مع الأصوات اللي بتتردد في دماغنا. طب يعني ايه الكلام المعقد ده؟ انا مش فاهمة حاجة، هفهمك بالراحة. يعني مثلا لما يكون الصوت المسيطر جواكي هي شخصية الجلاد، تكوني انت بتأنبي نفسك على اي غلطة بتعمليها، فتيجي تجذبي شريك الحياة وترتبطي بواحد دايما بيلومك على اي حاجة، وكأنه مستني اي غلطة تعمليها عشان يعلق عليها، ولما بتعملي حاجات كويسة كتير جدا كأنه ولا شاف اي حاجة. هل هي ديت صدفة ان انت جالك شخص بيلومك؟ لا طبعا، مفيش اي حاجة صدفة. هو جه الشخص الخارجي دوت عشان متوافق ومتلائم مع الصوت اللي عندك جوه دماغك من قبل ما ترتبطي، ان انت دايما مش بتسامحي نفسك ودايما بتلومي نفسك على كل كبيرة وصغيرة. احنا بنرتبط بالاشخاص اللي بيثبتوا الصوت اللي بيتردد بداخلنا، والصوت ده اساسه بيكون نابع من جوانا احنا الاول، بيكون نابع من ذاتنا الضعيف، وبنظن ان الارتباط بالشخص الخارجي دوت هيكون مريح. في الحقيقة هو مؤلم جدا جدا، بس بنرتبط بيه برضو بسبب ان هو بيكون متوافق مع كياني الداخلي. أهمية الاطلاع على الأصوات الداخلية جواكي ده هيساعدك انك تتجنبي مشاكل كتيرة جدا ممكن تقعي فيها في المستقبل لما تيجي تختاري شريك حياتك. انضمي للكورس المجاني اللي انا عاملهولك، اكتشفي شخصية ذاتك الضعيفة. بس فقط ادخلي على جروب الواتساب.